السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. قبل ما نبدأ كده الفيديو، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهارده يا بنات هكلمكم. بما اني بقى عملت اللانش بوكس واديتكم كده 10 افكار لللانش بوكس. كان فيها طبعا جبن، كان فيها مخبوزات. آه بس يعني كانت الأغلبية السندوتشات فيها جبن وكده. فتعالوا بقى نتكلم النهاردة، أو في الفيديو بتاعنا النهاردة، في ولاد أو أطفال لما بيجي يروحوا المدرسة مش بيحبوا ياخدوا سندوتشات. ايه السبب؟ لان هما ممكن يكونوا ما بيحبوش الجبن. يعني انا ولادي مش بيحبوا الجبن، ولاد اختي برضو مش بيحبوا الجبن. فممكن يكون في برضو اطفال زيهم او اولاد زيهم برضو مش بيحبوا الجبن. فانا النهارده جايبه لكم كده شويه افكار كده للولاد اللي مش بياكلوا جبن، تعمل لهم ايه يعني في السندوتشات، تحط لهم ايه في السندوتش وتحط لهم في اللانش بوكس. اول حاجه معانا بنات، انا كاتبه لكم اهوت الستريبس. الستريبس يا بنات هنعمله لهم طبعا كل اللي انا هقول لكم عليه النهارده يا بنات. اي حاجه اقول لكم عليها دي كلها مصنعات من البيت، احنا مش هنشتري حاجه من بره، كله من قلب البيت يا بنات، كلها مصنعات احنا نعملها في بيوتنا. طبعا انت ضامنه نظافتها وجودتها. حاجه نظيفه طبعا انت عاملاها لولادك عشان صحتهم. تعالوا بقى اقول لكم. اول حاجه يا بنات نعمل ستريبس، هنعمله طبعا في البيت. والله عايزه اقول لك لو قطعه واحده من البانيه او حته صدر عندك وعملتيها في الكبه كده، بصوا ما شاء الله يعني، وتزودي لها كده اضافات بقى، يعني بصوا بترمي معاكم كميه. يعني فاهمني والله يا بنات، انا الشهر مثلا اللي بيكون معجز معايا جامد جدا في مصاريف البيت، او مثلا المصروف بيقل عن كل شهر مثلا. يعني ممكن يجي علينا وقت المصروف مثلا الشهر ده ما يكونش زي الشهر اللي قبله، لان مثلا عدى عليا ظرف. فطبيعي الحمد لله خدهم طبعا واقول الحمد لله طبعا على القليل قبل الكتير. انا يعني بالفلوس دي امشي نفسي. فانا كنت امشي نفسي ازاي؟ بمشي نفسي بالمصنعات بتاعه البيت ديت. بجيب الربع كيلو بانيه وبزوده بعمل بيه البانيه بتاع الشركات، بعمل بيه الستريبس، بعمل بيه الناجتس. كل الحاجات دي بنات بعملها في البيت. تاني حاجه يا بنات برضو هنعمل برضو ناجتس لولادنا، بيبقى جميل جدا. وتعملي برضو اي حاجه من الحاجات دي برضو لما تيجي يعني تحطها لهم. يا اما مثلا في عيش بلدي، يا اما مثلا لو انت بقى هتعملي فينو في البيت. تمام، لو انت هتعملي الفينو في البيت بايديكي. تمام. تالت حاجه يا بنات البرجر. ممكن بقى برجر فراخ، ممكن برجر لحمه، برضو مع شويه اضافات كده بتزود البرجر جدا يا بنات. وبيبقى حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان الحاجات دي والله، المصنعات دي يعني اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى اوفر بكتير من الجبن. بعد كده يا بنات هنعمل لهم الهوت دوج برضو في البيت، نعمل لهم برضو سندوتش كده. وعايزه اقول لكم دايما دايما، يا ريت مثلا لو ولادك هياكلوا سندوتش تكوني حاطه سندوتش زياده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني. ولادي السنه اللي فاتت لما كانوا بيروحوا مثلا بالسندوتشات دايما كنت بديهم سندوتش زياده. كان ابني يجي يقول لي يا ماما زميلي جنبي مش معاه سندوتشات، بيفضل يعني جعان، فبضطر اكل السندوتشات بتاعتي انا وهو. فكنت اقول له يا حبيبي يعني الحمد لله بالف هنا، مش مشكله ازود لك تاني. ببقى والله يعني مزوده له وحياة ربنا عشان حاجه زي كده. بس لما بعرف ان هو ممكن يعني بيبقى طفل او اتنين، يعني مثلا معاه حد واحد او اتنين كده بزود والله يعني الحمد لله. ماشي. يعني نعلم ولادنا طبعا ان هم ما يكونوش بخلة، ان هم مثلا لما يشوفوا حد من صحابهم جعان يديله سندوتش. ودايما انت حطوا له السندوتش دوت تحت اي ظرف كده. اي يعني اي حد جنبك جعان يا حبيبي اديهوله. هنعمل كمان يا بنات، هنعمل بيض بالبسطرمه. برضو البسطرمه ممكن تعمليها في البيت، انا شفت قنوات كتير جدا بيعملوا البسطرمه دي باللحمه المفرومه. مش بالعرق كمان لحمه، ولا بلحمه صحيحه ولا الكلام ده، بالمفروم. تمام. آه
هنعمل ايه كمان يا بنات؟ هنعمل كرات البطاطس بالموتزاريلا، بتبقى يا بنات روعه. بتسلقي البطاطس طبعا، وتحطي لها طبعا الكزبره بتاعتها، وتحطي لها الملح، وتظبطي ملحها وشويه كمون وفلفل، وبتحشيها كده موتزاريلا، وبعد كده بتقليها كده في الطاسه. بتطلع جميله جدا يا بنات. ممكن برضو يعني دهنة زيت كده بسيطة، وتدخليها برضو الفرن وتاخد لون، تقلبيها على الوش التاني. وبتبقى برضو صحية اكتر، وتخرج من الفرن بتبقى لونها حلو كده، وما بتاخدش زيت كتير طبعا. معانا كمان يا بنات بطاطس بانيه. برضو جميلة جدا، تسلقيها برضو، بتعمليها كده زي البانيه، زي الكفتة، التشكيلة اللي تعجبك اعمليها. وبرضو بيض وبقسماط، وتحطيها برضو تقليها برضو في الزيت، بتبقى جميلة جدا، وتعملهم سندوتشات وبألف هنا. طبعا الحاجات دي كلها طبعا يا بنات مع العصاير طبعا، مع السناكس بتاعهم. مع مثلا لو في مصروف تمام، مفيش حاجة حلوة. لو مفيش حاجة حلوة اقولك على حاجة احلى واحلى، والقيمة الغذائية بتاعتها هتكون احلى جدا. ان انت تجيبي ترمس وحمص، وتعمله لهم، وتديهم كده حبة في كيس. والله العظيم بيبقى مليان الياف، وطبعا كله فايدة وكله غذاء لولادنا، احسن من اي حاجة تانية يا بنات هنجيبها لهم من بره. ماشي، دي برضو حاجة حبيت اقول لكم عليها. برضو حاجة تانية ممكن برضو التمر. تجيبي برضو التمر، وتحطي كده برضو في الاكياس واحدتين، وتقفلي الكيس وتحطهم له برضو في اللانش بوكس. جميل جدا طبعا، وقيمة غذائية عالية جدا التمر. طبعا، وبيديهم طاقة حلوة قوي. فربنا يا رب كده تكون كده يا رب سنة سعيدة عليهم يا رب، وتكون سنة سعيدة يا رب عليهم كده يا رب، ويعين كل أب يا رب على رب أسرة كده يا رب يعينه على دخول المدارس بقى والمصاريف. ربنا يا رب يعينهم كده يا رب ويقويهم. تعالوا بقى يا بنات نشوف بعد كده هنعمل ميني بيتزا أو كرواسون باتيه. نعمل نعمل الحاجات يا بنات، المعجنات عامة، المعجنات بأنواعها يا بنات. نعمل البوريك بالجبنه، جميل جدا. انا ولادي من النوع اللي بيحبوا المعجنات جدا يا بنات. بيميلوا للمعجنات اكتر من السندوتشات. تمام. فانتي برضو على حسب ابنك، ما انتي مثلا بيحب، انتي طبعا بتبقى ادرى بولادك. في طبعا ناس بتحب البرجر، في ولاد بتحب البطاطس البانيه. آه، بصي عندك كذا حاجه اهوت، شوفي ولادك بيحبوا ايه، ويحاول يظبط لهم كده اللانش بوكس بتاعهم. وطبعا زي ما قلت لك السناكس بتاعنا ممكن يبقى ترمس وحمص، ممكن يبقى مثلا ذره فشار. طبعا الحاجات دي كلها احسن طبعا. ممكن طبعا يبقى تمر، وده احسن واحسن طبعا بكتير. نيجي بعد كده يا بنات هنعمل بقى ايه، زي ما قلت لكم كده طبعا المعجنات بانواعها طبعا. في حاجات كتير جدا يا بنات، القرص، البيتزا، الكرواسون، الباتيه. حاجات كتير قوي يا بنات. هنعمل بعد كده يا بنات، هنعمل السمبوسه بحشوات اقتصاديه. والسمبوسه يا بنات عن تجربه، بلاش تقلوها في الزيت. السمبوسه لو تحطي دينيها بس دهنة زيت بسيطه بس كده، وتحطيها وترصيها في الصينيه وتدخليها الفرن، تاخد لون كده، وتريحي قلبها على الناحيه التانية، بتبقى اطعم واحلى بكتير من السمبوسه اللي بتتعمل في الزيت. جربوها يا بنات، والله العظيم هتعجبكم جدا. الموضوع ده هيعجبكم قوي. السمبوسه اللي هي في الفرن ديت ممكن بقى تعملها لهم بجبن، بتبقى حلوه قوي، ومعاها فلفل كده الوان. لو زعتر بقى يا سلام، مش قادره اقول لكم بيبقى حلو جدا. كرفس قصدي، كرفس وفلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم. تحطي بقى كده حبه جبن كده عندك، اي جبن ميكسي جبن عندك. اي خضار بقى كده لو حباها مثلا بالخضار، برضو حاجات كده اقتصاديه. تمام. هنيجي بقى يا بنات لاخر حاجه، وهو اللانشو البيتي. اللانشو البيتي يا بنات طبعا من المصنعات اللي احنا بنعملها في البيت. بس بلاش تختاري اي وصفه الا لما تكوني وصفه يعني على اليوتيوب تشوفيها وتعمليها، الا لما تكوني يعني قاريه التعليقات كلها مثلا او تلات ارباعها، وعارفه ان القناه ديت عامله الحاجه دي كويسه جدا. لان انا والله العظيم يا بنات في قناه بدون ذكر اسماء وكبيره عامله اللانشو دوت مش حلو خالص. واول لما بتخلصيه وكل حاجه وتحطيه التلاجة وتخرجيه بيسيح. طبعا الطريقه غلط اللي هي عملتها. ف
فبلاش يا بنات نعمل طريقة اي حد كده وخلاص. نعمل عن طريقة حد تكوني انت مثلا كويس شايفاه في القناه يعني بتاعته كويس، والتعليقات جايه له مثلا ان احنا مثلا عملنا والطريقه دي فعلا نجحت معانا وكويسه جدا. غير كده بيبقى مشكله مثلا في الشخص نفسه، مش في يعني مثلا انا ممكن اعمل وصفه يا بنات، ممكن الوصفه دي تبوظ مني انا، مش من الوصفه اللي انا شفتها على النت او صاحبه النت اللي نزلتها او صاحبه الفيديو. لا، فانتي ما يعني متحكميش من اول مثلا تعليق او تاني تعليق، شوفي كده لحد ما توصلي لطريقه كويسه جدا. وده يا بنات كان فيديو النهارده بمناسبه بقى ولادنا داخلين على المدارس. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده اللي هو حيرة السندوتشات. انا حبيت اهوت اقول لكم كده كذا حاجه كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش بقى اللي ما شافش افكار اللانش بوكس هتعجبكم جدا يا بنات والله العظيم، شوفوها. ومتنسوش بقى لو وصلت معايا لحد هنا متنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، تنزلوا كده على علامه الاشتراك بالاحمر وتدوسوا على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. متنسونيش كده في دعوه حلوه منكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.